السلام عليكم. ابشركم النهارده مش هنعمل اندومي، هنعمل اخيرا اكله جديده، حواوشي. بشعري ده انا حرفيا بواجه اقصى مراحل عدم الثقه في النفس. بالنسبه للحمه، هتجيبوا اللحمه الكميه اللي انتوا عايزينها، وهتتبلوها ازاي؟ هتتبلوها ب4 بصلات مبشورين كبار لكل نص كيلو لحمه، وهتروحوا للعطار وتقولوا له عايزين التوابل بتاعه الحواوشي، هيديكوا توابل مخصصه للحواوشي، وملح وفلفل وقرن فلفل رومي وقرن فلفل اللي هو السبايسي براحتكم طبعا. لو انتم مش عايزين تحطوه هو اوبشنال يعني. العيش البلدي خلوه عيش اللي هو تقدروا تفتحوه، اللي هو يعني مش عيش لازق في بعضه. وروحوا قولوا للفرن انا عايز عيش حواوشي او عايز عيش مش لازق في بعض، اللي هو هنفتح العيش فتحه يدوبك نعرف ندخل فيها يعني اللحمه. ضيفوا اللحمه في العيش، دي حاجه اختياريه لكم، يعني انتوا عايزينها كتير عايزينها قليل، ولكن انا هحط كده بالظبط. افردوا اللحمه كويس عشان تتاكدوا ان مفيش حته رفيعه عن حته. لو انتوا حابين مثلا تضيفوا موتزاريلا، اي حاجه، اي جبن انتوا حابينها حطوها بعد ما تحطوا اللحمه. 5 ترغيفه. انا كنت جايبه حوالي نص كيلو، ولكن لسه في كتير يعني، حتى مش قليل، لا لسه في كتير في نص كيلو، فده هيكفيكم. وكمان انا ماليه سندوتشات. طيب انا هوريكم الماشين اللي انا هستعملها. انا هستعمل دي. لو هي مش عندكم تقدروا تجيبوا طاسه عادي وتحطوا فيها زيت وتدهنوا الحواوشي فوق، من فوق زيت ومن تحت زيت، وتحطوها هما الاتنين زي بعض يعني، فعادي. انا بروح المدرسه عشان امتحن امتحانين ملهمش اي 30 لازمه، واضيع 6 ساعات من يومي، واصحى بدري متقدره علشان امتحان مواطنه وصناعه. انا استفدت ايه؟ معرفش. انا ما استفدتش حاجه غير ان انا اتحرق دمي على الصبح، ضيعت 6 ساعات كان ممكن اقعد اذاكر فيهم. علشان تعرفوا ان الحواوشي استوى لازم القشره اللي بره تبقى مقرمشه، ولون اللحمه اللي جوه يبقى متغير، ما يبقاش احمر. يلا ندوق. هو في ايه؟ ثواني. اوكي، يلا ندوق كده احسن. بسم الله. حلو قوي، حلو. عايز سنة ملح. اظبطوا التوابل. السلام عليكم.